وصل سيدنا إبراهيم للإله الحق بعد ما دور في الشمس والقمر والكواكب، قال خلاص أنا هعبد الإله اللي هو خالق كل الأشياء دي. وللعلم لحد الآن مفيش توجيه إلهي لإبراهيم زي مثلا إن أرسلنا نوح إلى قومه، ده هو كل ده لوحده بدون تدخل إلهي تماما لحد الآن. يعني مفيش دعوة صريحة لسيدنا إبراهيم إن يلا إبراهيم أنا الإله وروح بلغ قومك يعبدوا ربنا. ولكن سيدنا إبراهيم بطبيعته الفطرية قرر يواجه، ما قالش خلاص أنا عرفت الإله وهسكت، ده هو حريص على قومه. فرجع سيدنا إبراهيم بعد ما وصل للإله وبعد ما وصل لربنا، رجع عشان يقول لقومه ويصطدم بيهم ويقول لهم انتوا ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ في إله عظيم الشأن لازم تعبدوه. فيلا بينا نبدأ المرحلة الثانية من مرحلة سيدنا إبراهيم ومهارات التواصل. يرجع سيدنا إبراهيم لقومه ويقول لهم ايه اللي انتوا بتعبدوه ده؟ ده في إله عظيم الشأن لازم تعبدوه. الأصنام دي مش هتضركم ولا هتنفعكم بشيء. طبعا المواجهة والاستكبار، وقالوا برضو نفس اللي قالوه كل الأقوام من قبل، إن هذه الأصنام بتاعت أبائنا وإحنا جينا ولقيناها، وإنت مين اللي هتغير حياتنا وتغير منهجنا وتغير فلسفتنا؟ للمرة الثانية العقل البشري لا يكف عن الابتكار وعن الإبداع. يروح سيدنا إبراهيم يقول لهم ماشي خلاص ويسكت، رايح واخد الفاس ورايح على الأصنام دي وهم مشغولين مش واخدين بالهم، مدغدغه جايب عليها وطيها ادي الالهه. ورجع طبعا رجعوا قالوا من فعل هذا بالهتنا، يعني في حاجه ايه اللي حصل؟ فجابوا ابراهيم وقالوا له يا ابراهيم انت اللي عملت كده في الالهه بتاعتنا. قال لهم انا مش حاجه، هو ما كذبش. قالوا قال لهم اسالوهم مش هي دي الهه وبتنفع؟ ما تسالوهم هم عندكم اسالوهم قول لهم هو انا اللي عملت؟ لا قالوا لكم انا يبقى انا. فيشاع ان ابراهيم هو اللي عمل كده. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. في واحد اسمه ابراهيم كده كان بيتكلم عنهم وحش، بس يبقى هو ده. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. يعني انت يا ابراهيم بحثت ووصلت وعرفت إلهك الحق، لازم اختبار، لازم يجي لك اختبار ولازم يجي لك تست كده إلهي عشان نشوف يقينك وإيمانك عامل إزاي. فخلاص ده هم أيقنوا إن هو اللي كسر الأصنام. ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، لدرجة بيقال يعني إن النار من شدتها محدش كان قادر يقرب منها، وفعلا حطوا سيدنا إبراهيم فيها. ولكن اللي معاه ربنا يخش النار وما يتلسعش، اللي معاه ربنا بجد يخش النار وما يتأذيش، اللي معاه ربنا مهما كادوا ليه المكائد أو مهما حاولوا يوقعوه أو يؤذوه أو يضروه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بس خلاص خالق الناموس هو الوحيد القادر على وقف عمله. هو مين اللي خلق النار؟ ما هو الإله سبحانه وتعالى. فالوحيد اللي يقدر يفقد النار قدرتها على الحرق هو الإله. فأنت متخيل معجزة تانية قدام عين المشركين، زي ما خرجت ناقة من الصخرة خرج إبراهيم من النار، والنار مش بس ما تلسعوش، لا دي بردا وسلامة. يعني أنا مش هفقدها القدرة على الحرق، لا ده أنا هخليها زي فيها لذة ومتعة. كم مرة حاولوا يكيدوا ليك المكائد، بس أنت عشان كنت مؤمن بربنا وفعلا صادق، المكائد بتاعتهم دي كانت نفع ليك وضر ليهم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، دي بتحصل كل يوم في حياتنا من ناس عايزين يأذونا، بس برحمة ربنا بينا وإن إحنا فعلا نوايانا صادقة بننجو بفضل الله. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هم كانوا عايزين يكيدوا ليه، هم اللي خسروا. ويخرج سيدنا إبراهيم من النار عشان تبدأ رحلة جديدة تماما. لحد المشهد ده وخروج سيدنا إبراهيم من النار أنا هقف بس هقول لك على 5 دروس من أعظم الدروس وأحسنهم وأنفعهم في حياتك العملية وفي البيزنس وفي مشروعك لو طبقتهم فعلا صح. رقم 1، لازم تكون شجاع في مواجهة التحديات. اوعى تهرب. لو مشروعك بيخسر واجه، لو عليك ديون واجه، لو في حد واكل حقك واجهه. شجاعة سيدنا إبراهيم كانت في إن هو ما كانش أناني، كان ممكن يقول خلاص أنا عرفت المعلومة دي وعرفت إن في إله، سيبهم بقى وسيبهم وامشي. ولكن لا، الإنسان الحق، الإنسان الصادق، الإنسان الناجح ما بيسيبش النفع يقف عنده بس، بيبقى عايز ينفع بيه كل الدنيا. فيعرف معلومة يطلع يقولها، زميله في الشغل يحتاج منه حاجة يساعده. ده حتى بتوصل إن لو المنافس بتاعه قعدوا مع بعض ممكن يفيده، لأنه مؤمن إن الرزاق واحد، ومؤمن إن كل ما هيسيب نفع في الأرض ما في حد في الدنيا هيقدر يأذيه أو يضره. فسيدنا إبراهيم كان شجاع ورجع لقومه عشان يساعدهم يفكروا ويطلعوا من ظلام
الجهل وسواد الشرك بالله. رقم 2، سيدنا إبراهيم بيعلمك واحدة من أكبر مهارات التواصل والإقناع، إن أنت لازم تكون عندك إيفيدنس أو شواهد أو أدلة مقنعة بمنتهى العقلانية اللي في الدنيا. كسر الأصنام وجي قال لهم اسألوهم. فوانت بتعمل برزنتيشن وانت بتعرض شغلك لحد، أرجوك لازم يكون معاك شواهد قوية جدا، ولازم يكون معاك أدلة قوية جدا، ولازم بعد بحث طويل جدا تكون قادر تقنع عميلك بالمنتج، وتكون عندك تجارب معملية أو تجارب على المنتج ده مجربة قبل كده عشان ما تخدعش الناس، وعشان تكون رسالتك فعلا والبزنس بتاعك ناجح وقوي. بيقول لك كده في اي بزنس ابعت لي ايه، يقول لك ابعت لي البروفايل مثلا بتاع الشركه، ابعت لي اعمالهم السابقه. فلازم يكون عندك ادله عشان تعرف تقنع الاخرين في البزنس بتاعك، ولازم تصنعها انت بايدك. 3، اثبت واوعى تستسلم. مهما حصل اوعى تستسلم، مهما حصل ومهما حسيت ان خلاص السوق كله متكالب عليك والدنيا بتقول لك انت هتفشل ومش هتنجح، اثبت، بس بشرط ان انت تكون بتعمل الصالحات وتكون فعلا نيتك صحيحه سليمه وتكون متوكل على ربنا. سيدنا ابراهيم كانت قدامه النار وخلاص هيترمي فيها، كان ممكن يقول لهم خلاص انا امنت باصنامكم وامنت بالالهه بتاعتكم. عشان كده لما بطلع اقول معلومه مغايره لاراء ناس كتير او بتكسر في الموروث او بتكسر في العادات الخاطئه اللي هم متعودين عليها وحد يهاجمني، بثبت واسال ربنا ان هو يثبتني اكتر واكتر، لاني مؤمن جدا وعلى قناعه وعلى يقين لا ينصرن الله من ينصره وان الله يدافع عن الذين امنوا. والحمد لله رب العالمين على مدار سنين طويله جدا اتهمت وقالوا ما بفهمش وقالوا والحمد لله كل سنه احسن من اللي قبلها، وكل فتره نعم ربنا بتزيد اكتر واكتر واكتر. فاثبت مهما حصل، طالما انت على الحق اثبت، لان ربك سبحانه وتعالى عمره ما هيسيب وعمره ما هيستغنى عنك. رقم 4، سيدنا إبراهيم بيقول لك خليك مبدع، خليك كرييتيف في عرض أفكارك. سيدنا إبراهيم كان سهل جدا لا يكسر أصنام ولا يعمل حوارات ولا مشاكل، كان يرجع لقومه ويقول لهم بصوا يا جماعة الموضوع بسيط، أنا والله بصيت للسماء لقيت نجوم مشيت ولقيت شمس مشي، قلت خلاص أنا هعبدهم، فلقيتهم بيمشوا قلت لا ده في حد خالقهم. هو عمل نموذج عملي، كان كرييتيف، راح كسر رجع. مين اللي كسر؟ اسألوهم بقى. هم حتى ساعتها بصوا لنفسهم وقالوا يعني احنا ظالمين، احنا جاهلين، احنا متخلفين. فأعظم أنواع عرض الأفكار في الدنيا هي التجارب. خليك كرييتيف في عرض الفكرة بتاعتك. لو كل الناس بتعرضها على ورقة اعرضها انت على فيديو، لو كل الناس بتعرضها على فيديو اعرضها انت ب 3D، يعني ابدع في عرض أفكارك وابتكر طرق جديدة تعرض بيها المنتج أو الخدمة أو حتى مهاراتك الشخصية. 5 حاجة، لازم يبقى عندك اكسبتنس ان انت تتقبل المخاطرة وتاخد الريسك. لازم تاخد الريسك، قليل من الريسك لكثير من النجاح والاستقرار. سيدنا إبراهيم خد الريسك لدرجة ان هو كان هيترمي في النار، بس هو عشان مؤمن حق وإن إبراهيم كان أمة ربنا خلى النار بردا وسلاما عليه. فأنت ممكن تاخد ريسك محسوب، ممكن عادي تسيب بلدك، ممكن عادي تغير الكارير بتاعك، تغير النشاط بتاعك، ممكن عادي تخش في استثمار انت ما تعرفوش قوي بس انت شايف فيه بوتنشال او شايف فيه ارباح كويسة، بس ريسك تكون قادر عليه وريسك تكون انت متوكل فيه على ربنا سبحانه وتعالى. في المرحلة دي سيدنا إبراهيم علمنا ازاي نكون مبتكرين ومبدعين في عرض أفكارنا، وعلمنا ازاي ناخد المخاطرة، وعلمنا ازاي نوصل للإله بتاعنا، وعلمنا ازاي نواجه التحديات بمنتهى الشجاعة وبمنتهى اليقين وبمنتهى الإيمان. عايزك تقول لي ايه اكتر حاجة استفدتها من المرحلة الثانية من حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ ايه اكتر حاجة اثرت فيك؟ وايه اكتر حاجة كان نفسك ان انا اقولها وانا ما قلتهاش، لان في غيرك هيخش يتفرج على الفيديو وهيشوف التعليقات؟ فعايزك تساعدني ان احنا نعمل اكبر قدر ممكن من النفع اللي ننفع بيه ونفيد بيه المجتمع كله. اعمل اشتراك ومتابعة عشان الفيديو الجاي والفيديوهات اللي تنزل الجاية تشوفها بشكل سريع. ولو في حد فعلا عزيز عليك قوي وشايف ان هو لو شاف الكلام ده فعلا هيفيده، بس بشرط تكون انت استفدت، ابعت له الكلام ده. ولو حابب توري الكلام ده للمجتمع ولكل الناس بحيث ان هم يستفيدوا زي ما حضرتك استفدت، هكون شاكر ليك جدا، وهتكون ساعدتنا ان احنا ننشر نوع من العلم يساعد ان شاء الله الناس ان هي ما تقعش في مشاكل كتير ممكن تواجههم في حياتهم او في البيزنس بتاعهم. كنت معاكم في الانبياء والبيزنس محمود حسن، سلام.